نشرة أخبار الظهيرة نقدمه لحضراتكم من الفضائية أينما كنتم أيها السادة والسيدات، والمستهل كالمعتاد بالعناوين. التأكيد على أهمية قيم المجتمع لضمان الرعاية الاجتماعية. تقييم التعليم في الدقيح. دورة تدريبية للسماد الطبيعي في سنعافة. ترامب وماكرون يتفقان بشأن الدفاع. لافروف يبحث هاتفيا مع نظيرته النمساوية. اندونيسيا توقف البحث عن ضحايا حادث تحطم طائرة ليون اير. اهلا بكم من التفاصيل. أوضحت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لول جبراب أنه يتوجب توريث قيم وثقافة المجتمع ونقلها للأجيال الحديثة من أجل إنجاح جهود ضمان الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتمهيد الأرضية للمساعدة من أجل خلق ظروف العمل. وقدمت في السيمينار الذي عقدته في 10 من نوفمبر لأعضاء الدفعة 33 للخدمة الوطنية بسوا شرحا عن الخلفية التاريخية لتطور الحركة العمالية ودور العمال في النضال التحرري والعمل وإدارته والرعاية الاجتماعية ومضمونها. وقالت أن العمل يشمل التعليم والعلم والمهن والقدرات والطاقة البشرية، ويمتلك الإنسان مختلف أنواع المهن والقدرات، لذلك تختلف الرغبات والطبائع، مشيرة إلى أن التقانة التي جاءت مع الوقت والتطور الاقتصادي والاجتماعي ومنافسات أسواق العمل والهجرة وعوامل أخرى من أسباب معقدات للعمل. وحول الرعاية الاجتماعية في البلاد، أوضحت الوزيرة لول جبراب أن ثقافة المجتمع وجهد الحكومة أمنت الرعاية الاجتماعية، ويجري العمل لمساعدة المحتاجين بإيجاد مصدر دائم للدخل لهم، وضعا في الاعتبار الرغبات والأولويات دون التأثير على الكرامة الإنسانية وشل مبادرات العمل. وقالت الوزيرة أن أسر الشهداء تحصل سنويا على إعالة بمبلغ 350 مليون نقفة، إضافة إلى الدعم الشعبي في الداخل والمهجر الذي يساهم لرفع المعنويات وإحلال العدالة الاجتماعية. ودعا المشاركون في السيمينار لبذل الجهد لتسلح الشباب بمعرفة التقنية الحديثة لبناء شباب كفؤ. قيم مكتب التعليم في مديرية الدقيح أوضاع المدارس للمساعدة لتقوية العملية التعليمية. وقدم مسؤول مكتب وزارة التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد في الاجتماع الذي شارك فيه مدراء المدارس والمشرفون التربويون ومسؤولو مكاتب الوزارات ومدراء الضواحي والشركاء الآخرون، قدم تقريبا عن أوضاع الطلاب والمدارس في السنوات الخمس الماضية. وقال سيادتي أن مشاركة الطلاب في التعليم ليست بالمستوى المأمول منذ 2014 بسبب مقاطعة الدراسة وعدم متابعة التعليم كما يجب، بالإضافة إلى تدني الاهتمام وضعف متابعة أولياء الأمور والمعلمين. وبحث الاجتماع جهود رفع اهتمام الطلاب بالدراسة وتعزيز العلاقة الثلاثية بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والارتقاء بنتائج الطلاب. وذكر مسؤول التعليم الأساسي في مكتب وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ تولده أبراهام أن التعليم أساس التطور للفرد والمجتمع والوطن، ويتوجب المشاركة الواعية للمواطنين ورفع الاستثمار في جوانب التعليم. من جانبه دعا مدير مديرية الدقيح السيد هابتيتس فازقي دعا الضواحي للقيام بالتوعية المتواصلة لرفع مستوى الطلاب والتعرف على أوجه القصور، وإجراء لجان أولياء الأمور التقييم كل 3 أشهر للتعرف على مصائب الطلاب وسبل حلها. وتوجد في مديرية الدقيح 44 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. نظمت دورة تدريبية لمزارعي مديرية سنعافة حول إعداد السماد الطبيعي، وشملت الدورة دراسة نظرية وتطبيقية حول كيفية الاستفادة من الموارد الموجودة في محيط المزارعين لإعداد السماد الطبيعي دون جهد كبير ومصرفات قليلة. وأوضح المهندس محمود رزق بهير المشرف على الدورة التدريبية أن المزارعين كانوا يستخدمون جزئيا مثل هذا السماد، وتساعد الدورة لنشره بين المزارعين. من جانبه أوضح مسؤول الزراعة في مديرية سنعافة السيد برقم مسقنا أن السماد الطبيعي هو عبارة عن فضلات الماشية والحشائش
وبقايا الإنتاج الزراعي ويسهم لضمان صحة الإنسان ونظافة البيئة. وحث مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر حث على العمل لرفع الإنتاج أكثر من الاستهلاك لرفعة الوطن، والدورة التدريبية هدفها ذلك. وأكد المزارعون على العمل للتطبيق التدريبي الذي تلقوه ونقله إلى المزارعين الآخرين. وجهت دعوة للدفع بعملية تشجيع الطلاب المميزين لدوره في خلق المنافسة الشريفة والتفوق التعليمي. جاء ذلك في مناسبة تقديم جوائز تشجيعية ل20 طالبا من مدرسة لمعة الثانوية بالإقليم الأوسط سجلوا أكثر من 3 نقاط في امتحانات الشهادة الوطنية للعام الدراسي 2017-2018. وقال مدير المدرسة الأستاذ يمان عندورقي في مناسبة تقديم الجوائز في 11 من نوفمبر أن 235 طالبا من المدرسة جلسوا لامتحانات الشهادة الوطنية، حصل 35 منهم على نقاط تؤهلهم للدراسة بدرجة البكالوريوس، و45 للدبلوم، و55 للشهادة العادية. وأن تقديم الجوائز للمميزين له مضمون يتجاوز تأثيره الشهادة الورقية والمواد العينية. ودعا رئيس لجنة أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على التشجيع لبذل الجهد في المراحل العليا وأن يكونوا نموذجيين. وقال الطلاب أن النتيجة المحققة جاءت بدعم أولياء الأمور والمعلمين مشيدين بمبادرة المدرسة. وتعد مدرسة لمعات واحدة من 23 مدرسة ثانوية في الإقليم الأوسط، وتوجد في ضاحية ماجهوت بإدارة قزابانا. عقدت سيمينارات في مصوع وميعين حول القانون وقيم المجتمع. وأوضح قادة الشرطة في السيمينارات أن قيم الشعب الإريتري التي توارثت عبر الأجيال لها دور كبير للحد من الجريمة والمخالفات، مؤكدين بأن المحاضرات المقدمة في القانون والنظام لها إسهامات كبيرة لبناء مواطن صالح. وناشد أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم للسيطرة على الجريمة قبل استفحالها واهتمام الطلاب بالتعليم. وقال قائد مركز شرطة مدينة مصوع الملازم تسفالدت ولد ميكائيل ومسؤول مكافحة الجريمة في المركز الثاني السيد فوتسون كحساي أن عدم معرفة القانون لا يجنب المساءلة، داعين الطلاب الوعي بالقانون وتعزيز التعاون مع الشرطة. كما أهاب قائد مركز شرطة معين الرقيب عثمان فكاك التحلي بقيم المجتمع السمحة. أما الآن إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فلا تذهبوا بعيدا. اتفق الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة زيادة إنفاق أوروبا على الدفاع بعد إبداء ترامب استيائه مما وصفه بأنه تصريح مهين للغاية لماكرون بشأن الحاجة لتشكيل جيش أوروبي. ورحب ماكرون بنظيره الأمريكي في الإليزيه بمصافحة قوية، لكن بدأ أن الدفء بينهما أقل من لقاءات سابقة. وأجرى الرئيسان المحادثات قبل يوم من مراسم إحياء الذكرى 100 لنهاية الحرب العالمية الأولى. وقال ماكرون أنه يتفق مع وجهة نظر ترامب بشأن حاجة أوروبا لتمويل جزء أكبر من التكاليف في حلف الشمال الأطلسي. ويمضي ترامب يومين في باريس لتعزيز التحالف الأمريكي الأوروبي تزامنا مع مراسم إحياء ذكرى انقضاء 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى. بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيرته النمساوية كارين كنايسل العلاقات بين موسكو وفيينا في ضوء اعتقال عقيد نمساوي سابق يشتبه بأنه يتجسس لصالح روسيا. وأشار بيان وزارة الخارجية الروسية أن لافروف أكد لنظيرته النمساوية أنه يتعين مناقشة أي مخاوف مشتركة محتملة من خلال قنوات الحوار الراسخة وعلى أساس الحقائق. وكانت صحيفة النمساوية قد ذكرت في وقت سابق أنه تم اعتقال عقيد سابق للقوات المسلحة النمساوية للاشتباه في قيامه بنشاطات استخبارية لمدة 20 عاما لصالح روسيا. يذكر أن مستشار النمسا كان قد أكد الأنباء عن الاشتباه بعقيد نمساوي سابق بالتجسس لصالح روسيا، وقال بأنه في حال تأكيد مثل هذه الحالات فإن ذلك لا يمكنه أن يسمح بتحسين العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
قالت السلطات الإندونيسية أنها أوقفت البحث عن ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لشركة ليون إير الذي أسفر عن مقتل كل من كان على متنها وعددهم 189 شخصا، لكنها ستواصل البحث عن الصندوق الأسود الثاني الذي يسجل الصوت في قمرة القيادة. وسقطت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 ماكس في البحر يوم 29 من أكتوبر الماضي بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا في طريقها إلى جزيرة باجانكا قرب سومطرة. وقال رئيس هيئة البحث والإنقاذ الوطني أنه تم البحث في جميع الأماكن عن جثث الضحايا، في حين أن العمليات ستقتصر على المراقبة فقط. وقامت السلطات بتحميل البيانات التي كانت مسجلة على أحد الصندوقين الأسودين بعد العثور عليه الأسبوع الماضي، وهو مسجل بيانات الرحلة، لكنها ما زالت تبحث عن الثاني الذي يسجل صوت في قمرة القيادة. وختاما، اكتشفت بعثة تنقيب مصرية 7 مقابر جديدة في منطقة سقارة الأثرية قرب محافظة الجيزة حسب ما أعلنت وزارة الآثار المصرية. وقال وزير الآثار خالد العناني أن بعثة أثرية مصرية اكتشفت هذه المقابر وعثرت بداخلها على عدد كبير من تماثيل القطط والقطط المحنطة. وأشار إلى أن هذا الاكتشاف هو أول 3 اكتشافات وعدت وزارة الآثار المصرية بالإعلان عنها قبل نهاية عام 2018. ومنطقة سقارة إحدى المواقع الأثرية في مصر، وتبلغ مساحتها 7 كيلومتر طولا و1.5 كيلومتر عرضا، وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للتراث العالمي منذ العام 1979. وصلنا بهذا إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله وحفظه.